النهارده هنتعلم يعني ايه انكر بوينت وازاي نتحكم فيها. الانكر بوينت هي نقطة الارتكاز بتاعة الشكل، يعني النقطة اللي لما اجي اعمل سكيل او روتيشن بيحصل من عليها ترانسفورميشن. يعني انا لو جيت اغير مكان الانكر بوينت شكل السكيل هيتغير تماما وشكل الروتيشن، فلازم اعرف انا بغير الانكر بوينت ازاي ومنين. اول حاجة بغيرها ازاي؟ بغيرها عن طريق الاداة دي اسمها بان بيهايند، والشورت كات بتاعها حرف الواي. بدوس واي وابدا ان انا ادوس على الشكل ده، الشكل علامة الزائد ده، وابدا ان انا اغير مكانه. ولو دوست كنترول وانا على الاداة دي بيبدا ان هو يعمل لي حاجة اسمها سناب على الكورنرز بتاعت الشكل. ولو انا عايز ارجع الانكر بوينت في النص بالظبط عن طريق ان انا ادوس كنترول وشيفت وادوس دبل كليك على الاداة هيرجع لي الانكر بوينت في النص. في حالة الزرعة دي انا عايز اخلي الانكر بوينت هنا بالظبط علشان لما اجي اعمل روتيشن شكل الزرعة يكون منطقي. ولازم تخلي بالك انك تغير الانكر بوينت قبل ما تحرك البوزيشن، لان تغيير الانكر بوينت بعد ما حركت البوزيشن بيبوظ من البوزيشن بتاعك. الانكر بوينت زيه زي البوزيشن والسكيل والروتيشن، تقدر تعمل له كي فريمز وتحركه، والشورت كات بتاعته حرف الاي، وتقدر ان انت تغير القيم بتاعته. بس تحريك الانكر بوينت هنتعلمه في توتوريال لوحده لانه معقد شويه. وانك تعمل كي فريمز للانكر بوينت مش حاجه تستخدمها كتير، اللي هتستخدمه كتير فعلا ان انت تغير الانكر بوينت من الاداه دي. حاجه اخيره، تعال على edit واختار preferences واختار general واختار center anchor point in new shape layers ودوس اوكي. ده هيخليك كل ما ترسم شكل جديد، كل ما ترسم شيب جديد هيخلي لك الانكر بوينت في نص الشكل ده، لكن قبل ما تعمل كده كان بيخليهولك في نص الكومبوزيشن كله.